الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في كل مكان حوالينا، بس إحنا لازم نستفيد من الذكاء الاصطناعي ده. علشان كده في السلسلة دي إحنا هنتعلم إزاي نتكلم إنجليزي من خلال المحادثات الإنجليزية من الشخصيات الأجنبية اللي بيتكلموا اللغة دي أصلاً. يعني إحنا هنسمع محادثات بتتقال من أهل اللغة، محادثات يومية بيقولوها في حياتهم العادية. هنعرف التعبيرات اللي هم بيقولوها وبيقولوها إزاي، وهنحفظ مع بعض الجمل دي بسهولة إن شاء الله. If you want to send something to someone in another country, you will need a post office to deliver them in a safe way, and it doesn't cost a lot. So, in this video, we will listen to this conversation between an agent in the post office and a customer who want to send a package. Let's watch and know what they say. لو انت عايز تبعت حاجة لشخص في بلد تانية، فانت هتحتاج لمكتب بريد علشان يبعتهم بطريقة آمنة ومش هتكون متكلفة. ولذلك في الفيديو ده هنسمع للمحادثة ما بين العامل في مكتب البريد والعميل اللي عايز يبعت طرد. يلا نتفرج ونعرف هما بيقولوا ايه. Good morning. Good morning. How can I help you? I want to send this package, please. Where are you sending it? To Italy. Express delivery or regular delivery? What's the difference? It takes about 4 days by express delivery and more than a week by normal delivery. I want it to be delivered quickly, so I choose express delivery. But it will cost you more than normal delivery. No problem. What are the contents of the package? It's a present for my brother. Does it contain valuable or fragile things? It contains an expensive watch and perfume. Don't worry, we'll put it in a box and wrap it well. Thank you. Fill out this form, please. Write your full name, phone number, address, and the contents of the package. Also, write the recipient's full information. Okay. I'll put your package on the scale to weigh it and calculate the cost. It weighs 1 kilos. How much does it cost? Including the tax 15%. Here you are. Thank you. Thanks for using our services. Have a nice day. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع الجزء الثاني في شرح الفيديو وشرح المحادثة اللي احنا قلناها سمعناها دلوقتي. أول حاجة احنا دلوقتي فين؟ at the post office، يعني في مكتب البريد. مكتب البريد اللي لما أكون عايز أبعت حاجة من مكان لمكان فطبعا بستخدم مكتب البريد. طبعا هنا العميل الايجنت او العميل اللي هو الكاستمر، والايجنت اللي هو الايه الموظف اللي شغال في البوست اوفيس. فهنا طبعا العميل بيقول جود مورنينج يعني صباح الخير، فالتاني بيقول له جود مورنينج كان هاو كان اي هيلب يو، ازاي اقدر اساعدك او كيف اساعدك. هاو كان اي هيلب يو، كيف استطيع انا اساعدك. دي تركيبة الجملة. شوف هنا قال له ايه، قال له I want to send this package. I want to، هنا want واخرها تي والكلمة اللي بعدها بتبتدي بحرف التي فكأنها تي واحدة. I want to send this package، انا عايز ارسل هذا الطرد. طرد يعني ايه؟ يعني في ظرف مثلا او مثلا شنطة او صندوق في الحاجة اللي انت عايز تبعتها. فقال له where are you sending it، عايز تبعته فين؟ هتبعته فين؟ إلى أين سترسله؟ where أين؟ are you sending it هتبعته فين؟ هنا قال له to Italy. to Italy يعني إيطاليا. فقال له express delivery or regular delivery. express معروف إن هو لما تكون الحاجة مستعجلة، ودelivery طبعا التوصيل. فهنا معناه إرسال مستعجل أم إرسال عادي regular delivery. فطبعا هنا قال له What's the difference؟ ما الاختلاف؟ ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ فقال له هنا It takes 4 days by express delivery. It takes انها بتستغرق او انها بتاخذ about 4 days حوالي 4 ايام by express delivery بالبريد المستعجل. طيب لو كان بالبريد العادي more than a week اكثر من اسبوع by normal delivery اكثر من اسبوع بالبريد العادي. فهنا قال له I want it to be delivered quickly. أنا عايزها تتبعت to be delivered be وبعدين تصريف ثالث، فده بنسميه الباسيف اللي هو المبني للمجهول. أنا عايزها تتبعت، مش أنا اللي بعتها، لا حد هيبعتها بس أنا ما أعرفش مين، فطبعا بنستخدم المبني للمجهول. I want it to be delivered، أنا عايزها تتبعت quickly
أنا عايزها أنا أريد البريد أن يرسل بسرعة. يرسل بسرعة مبني للمجهول. فهنا قال له so I choose the express delivery. لذلك أنا سأختار الإيه؟ express delivery. express معناه المستعجل. طيب هنا قال له it will cost you more than normal delivery. يعني هي يكلفك أكتر من البريد العادي. it will cost إنها ستكلف you ستكلفك more than أكثر من more than أكثر من normal delivery يعني البريد العادي. فقال له إيه؟ no problem مفيش مشكلة. طبعا قال له what are the contents of the package. what are the contents of the package. ما هي محتويات الطرد أو ماذا يوجد في الطرد. contents يعني محتويات. it's a present for my brother. it's a present for my brother. إنها هدية لأخي. طبعا قال له does it contain valuable or fragile things. does it contain هل هي تحتوي valuable يعني قيم أشياء قيمة. fragile يعني حاجة هشة يعني قابلة للكسر زي مثلا الإزاز fragile things. فهنا قال له إيه it contains an expensive watch and perfume. إنها بتحتوي على expensive watch ساعة غالية and perfume وعطر. هنا قال له don't worry we will put it in a box. don't worry ما تقلقش we will put it احنا هنحطها in a box and wrap it well وهنغلفها كويس. لا تقلق don't worry we will put it سنضعها in a box نحطها في صندوق and wrap it well وهنغلفها كويس. هنا قال له thank you. طبعا قال له fill out this form يعني املى الاستمارة دي. write your full name وادرس وهكذا. املى هذه الاستمارة ان احنا يكتب الاسم كامل والعنوان وهكذا. طبعا هنا قال له contents of the package محتوى الايه الطرد. contents يعني محتوى الطرد. ايه اللي في الطرد يعني لازم تكتب لما بتروح تبعت حاجة لازم تكتب انت بتبعت ايه. طبعا recipients information. recipients يعني المستلم معلومات او بيانات المستلم. recipients information بيانات المستلم. طبعا هنا قال له اوكي. فقال له I'll put your package on the scale. أنا سأضع put يعني يضع سوف أقوم بوضع package الطرد بتاعك on the scale يعني الميزان to weigh it علشان أوزنه. calculate the cost واحسب التكلفة. calculate the cost يعني يحسب التكلفة. جاي منها calculator اللي هي الآلة حاسبة. calculate يحسب. it weighs 1 kilograms إنها تزن كام؟ كيلوغرام. طبعا بعد ما وزن. فقال له how much does it cost؟ بكام التكلفة؟ فقال له including the tax 15% بالإضافة إلى 15% ضرائب. وبعدين يقول له التكلفة كام؟ طبعا التكلفة بتختلف من مكان لمكان. فهنا قال له here you are اتفضل thank you شكرا. طبعا قال له thanks for using our services شكرا لاستخدامك for using our services خدماتنا أو شركتنا يعني. شكرا لاستخدام خدماتنا. have a nice day. طبعا دي بنقولها دايما أو في الغالب لما يكون مثلا في ريستورانت ولا حاجة أو في بارك فبقول have a nice day يعني بختم المحادثة بتاعتي اللي هي أتمنى لك يوما سعيدا. وإن شاء الله يا ريت نركز في المحادثة ونستخدم التعبيرات اللي اتقالت النهاردة هتفيدنا جدا جدا في المحادثات العامة وفي الحياة العامة. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.